الناتالي في إيطاليا أول مرة. ناتالي اسمه كريسماس. الناتالي في إيطاليا تاني مرة. هو الواحد يتعود على الكلمة دي ولا إيه؟ الكريسماس في إيطاليا ده إحنا عارفين الكريسماس بالعافية، هنعرف الناتالي إزاي؟ الناتالي في إيطاليا تالت مرة. والله ما أنا أعيدها تاني. حبايب قلبي عاملين إيه؟ وحشني كتير جدا جدا جدا. سامحوني بقى على المقدمة السينمائية اللي أنا حبيت أعملها، بس أنا فعلا كل مرة كنت بتلخبط عشان لساني خد على كلمة الناتالي، واحنا دلوقتي هنعرف الناتالي والكريسماس والكلام ده. فيا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده فيديو هيكون مختلف ان شاء الله. في الاول كده ايه رأيكم في التيشيرت اللي الواحد لابسه ده؟ حتى بيعمل ازاي؟ بينور وبتاع وشخاليل وانوار وكده يعني. خلاص خلاص يا حبيبي، خلاص بطل زمار يا بابا، بطل. انا غلطان، بطل يا حبيبي، بطل بس. طبعا مضطرين ننتظر لحد ما الموسيقى تخلص. الاخ بيتهوفن، بارك الله فيك يا حبيب قلبي. الفيديو بقى النهارده هيكون مختلف، هيكون عن الكريسماس في ايطاليا. كده في الاول متفقين. الكريسماس ده بالانجليزي، بالايطالي اسمه ناتالي. الكريسماس والناتالي دول اللي هم حاجه واحده يعني. مش هم راس السنه، لان احنا في مصر ناس كتيره جدا بتعتقد ان الكريسماس ده اللي هو راس السنه اللي هيجي فيه بابا نويل والكلام ده كله يعني. فالكريسماس مش هو رأس السنة او اللي هي اخر يوم في السنة والكلام ده، لا هو العيد نفسه. دلوقتي بقى ايه، دلوقتي هناخد جولة عظيمة في مدينة ميلانو. في كل منطقة هنخش كل منطقة نصور فيها شوية، والاجزاء اللي احنا هنصورها دي بتنطبق على كل البلد. يعني مثلا القاهرة في مصر فيها مثلا منطقة زي منطقة عين شمس، منطقة درب الأحمر، منطقة الزاوية الحمراء كده يعني. فكل منطقة هنا في ميلانو جواها مجلس مدينة. كل مجلس مدينة ده وليه سيستم بقى بتاعه في النظام العيد والنور، ويشوف بقى يدلع الناس ازاي. وبرضو الفيديو ده هيكون رد على ناس كتيرة جدا. الناس دي بشوف لها فيديوهات اليومين دول. انا مش بحدد شخص معين، بس الفكرة كلها ان انا ساعات مثلا بفتح اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها فيديوهات وكده، فبشوف مثلا ايه، واحد يروح نازل علينا كده بفيديو يقول استر يا رب ولعت وبتاع، والحرب شدت واوروبا بتحارب روسيا والاوروبيين بيهاجروا دلوقتي، ولا عندهم غاز ولا عندهم كهرباء، والاوروبيين كلهم بقوا بيهاجروا على بلادنا العربيه وعلى مصر. فالفيديو ده هنشوف كده يا ترى هل فعلا الناس لسه بتحتفل بالاعياد يعني، والناس لسه عندها في اوروبا غاز وكهرباء ولا لا. وطبعا ده هيبان من ايه، هيبان هل فعلا الناس معلقه انوار في الشوارع بقى والكلام ده كله، ولا كل دي اشاعات وكذيبه عشان خاطر بعض الاشخاص يلموا مشاهدات على الفيديوهات بتاعتهم. فاحنا دلوقتي هنرد على الناس دي اللي هو بيقول لك اوروبا ما عادش فيها كهرباء وما عادش فيها غاز، والناس بقت بتهرب على بلادنا العربيه وعلى مصر. قبل بقى ما نروح الجوله بتاعتنا، هنشرب شاي في كوبايه بابا نويل. طبعا يعني ما ينفعش جايبين شجره ولابسين احمر وموسيقى وبتاع وما نجيبش ده، لازم نجيب الكوبايه بتاعتنا طبعا. يا ريت لو انت لسه مشتركش في القناه تنزل تشترك، تفعل زر الجرس، تدينا لايك الحلو بتاعك عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. اعمل بقى كوبايه الشاي بتاعتك انت كمان، وتعالى معايا عشان ناخد لفه. يلا بينا. طبعا انا طالع ومعتمد على ربنا، يعني متوكل على الله. الجو تلج زي ما قلت لكم، احنا تحت الصفر زي ما انتم شايفين كده، ومفيش نور باين، والدنيا كلها شبوره، عباره عن شبوره في شبوره يعني. ويا رب ما تنزلش تلج علينا. فاعذروني بقى عشان لو الصوت مش واضح قوي او الصوره مش حلوه قوي، لان احنا الصبح، بس هي لسه الدنيا مظلمه يعني. وطبعا زي ما احنا شايفين الناس بتحتفل وحاطه انوار اهي. الناس بتحتفل بالاعياد اهي وحاطه انوار على البلكونات، وبرضه حاطين على الشجر بتاع العماير، حاطين عليه نور زي ما انتم شايفين اهو. والبلكونات برضه فيها نور برضه زي ما احنا شايفين. ادي بلكونات، طبعا هي مش باينه قوي بس البلكونات مليانه انوار. وادي برضه بلكونه حاطه نور اهي، وبلكونه هناك حاطه انوار. برضه بيوت حاطه نور اهي، وادي بيت تاني حاطط نور اهو على طول السلم. وادي بلكونه حاطه انوار اهي، وكمان بيت حاطط انوار اهو. دي بلكونات اهي حاطه انوار، وادي بلكونات تاني حاطه انوار. برضه محلات عامله انوار،
وزي ما احنا شايفين بقى ده الازرق ده كله بالنجوم البيضاء، كل ده مجلس المدينه هي اللي عاملاه. يعني في المنطقه اللي هي تابعه لمجلس المدينه ده، هي كل مجلس مدينه ليها اضواء يعني مميزه عن منطقه تانية. الاضواء الزرقاء دي والنجوم البيضاء، حل زي كده عامل الانوار الصفرة دي، الطراز الاصفر ده عامله عشان خاطر الاعياد. ايه محل مثلا هنا اهو عامل النور الازرق، الخطوط اللي نازله من جناب المحل، لكن مجلس المدينه هو اللي عامل المتعلق، الحاجات المتعلقه في وسط الشارع دي. فشوفوا مثلا مجلس المدينه عامل ايه هنا، عامل كاتب الوان تمام بونافيست يعني عيد سعيد. وعامل ايه تاني بقى، بصوا شجره عملاقه ازاي مزينها بالنور. يعني مجلس المدينه شجره عملاقه زي دي مزينينها بالنور. حصلت مشكله على الشجره دي بسبب النور بتاعها. مجلس المدينه كان عمل نص الشجره دي بس، التحتاني نور. فالجريده بتاعت المنطقه او الجورنان بتاع المنطقه قعدوا يتريقوا على مجلس المدينه، يقولوا انتوا مش معاكم فلوس وكده عشان تزينوا الشجره. فراح مجلس المدينه عامل ايه، راح مجلس المدينه مطول النور من اولها لحد اخرها تحت زي ما انتم شايفين، شجره عملاقه جدا 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 يعني. فالجورنان اتريق برضه على الشجره وقالوا هي الشجره حامل ومجلس المدينه مش معاه فلوس عشان يعني يحتفل بالاعياد وكده. راح مجلس المدينه عامل ايه، راح جايب لهم نجمه نور لمبه، يعني نور نجمه عباره عن نور. برضه بتوع الجورنال راحوا رجعوا اتريقوا على مجلس المدينه، قال لهم انتوا جايبين لنا فيروس مش جايبين لنا نجمه منوره يعني. ليه قالوا فيروس؟ لانها من كل جنب كده طلع زي، بصوا عاملين عامله ازاي، فقال لك دي مش نجمه، انتوا جايبين لنا كره فيروس. وهذا برضه يتريقوا على مجلس المدينه يعني. فهنا في حريه شديده جدا جدا بالنسبه لموضوع حريه التعبير وحريه الراي. عادي الناس بتتكلم على مجلس المدينه وتعيب عليه وتقول عليه الكلام اللي عايزاه. مجلس المدينه بيستجيب بسرعه، بيغير من الاخطاء اللي بيعملها، طبعا مش في كل الاحوال يعني. وطبعا بقى ما ينفعش نبقى في ميلانو طبعا وما نجيش على اكبر محطه مترو هنا وقطر وما نشوفش هم عاملين ايه. فقلنا طبعا لازم نيجي عشان نشوف الاحتفاليه هم بيحتفلوا ازاي بقى هنا في الجزء ده. طبعا بقى ده ايه، ده كده الدخله يعني، بصوا الانوار معموله ازاي، ده كده بس الدخله عشان خاطر راس السنه والعيد والكلام ده. فملونين المحطه كلها. المحطه دي اصلا اثريه يعني، كانت مبنى روماني قديم، مش صناعه حديثه ولا حاجه، هو مبنى روماني قديم، فعشان كده كله تماثيل. فزي ما انتم شايفين طبعا النور عامل ازاي، وادي الشجره بتاعتهم. فهنخش بقى دلوقتي جوه نشوف الاحتفال بتاعهم عامل ازاي. سامحونا بقى ان الصوت ضايع شويه، بس حابين نوريكم المنظر اللي هم عاملينه قدام المحطه. ودي الشجره اللي هم عاملينها. طبعا الشجره بتغير اضواءها كل شويه، الوانات مختلفه. طبعا بصراحه يعني التصوير غير الحقيقه، هي في الحقيقه رائعه جدا جدا جدا، والانوار بتاعتها رائعه، والدوائريات اللي هي لونها احمر شكلها رائع فعلا في الحقيقه بجد. الشجره في الحقيقه رائعه. بس طبعا سامحوني يعني لان التصوير مش احسن حاجه، بس انا حبيت او يعني انقل لكم صوره صغيره من الاحتفالات اللي بيعملوها هنا في مدينه ميلانو عن الكريسماس اللي هو راس السنه والعيد والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين الناس هي عماله تتزحلق على الثلج، وادي المنظر كله هناك اهو. طبعا كل الناس دي جايه تتزحلق على الثلج طبعا، يعني احنا في فتره اعياد واجازات وكده، فالناس كلها جايه تتزحلق هنا على الثلج. طبعا هو ثلج صناعي مش طبيعي يعني، بس الفكره كلها هم بيحاولوا هنا يساعدوا الناس ويبسطوهم. زي ما انتم شايفين انوار في كل حته. احنا شايفين جايبين الناس عماله تزحلق على الثلج، وطبعا حاطين لهم انوار في كل حته وزي انفاق يعدوا من تحتها طبعا، هي المنوره الدوائر المنوره دي. وطبعا بيكملوا يمشوا هناك، وده تقريبا المكان بتاع بابا نويل. وادي الهدايا اهي في المكان اهو، وكرسي بابا نويل جوه، والشجره بتاعته طبعا هنلف حواليها عشان نشوفها اهي. ده يعني مكان مجهزينه عشان بابا نويل وكده والهدايا بتاعته. طبعا قربنا شويه، زي شايفين كميه الشجر
الشجر عامله ازاي، يعني الناس بتتزحلق على التلج تحت الدوائر دي، دوائر النور والورد والشجر ورد. كمان حاطين شجر كتير جدا 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 في كل حته، شجر كتير جدا جدا في كل حته، حاطين شجر وانوار، والناس بتتزحلق على التلج. فهم عايزين يبسطوا الناس هنا باي طريقه، بيحاولوا يخففوا المتاعب بتاعه الحياه على الناس. مننساش اكبر فندق في ميلانو واغلاهم زي ما انتم شايفين كده، كل الاصفر ده على كل بلكونه عليها نور زي ما انتم شايفين طبعا كده، كل دي انوار، يعني كل دي انوار من فوق خالص لحد تحت. طبعا بقى احنا في منطقه من اغلى مناطق ميلانو، وقد تكون اغلى المناطق في ايطاليا كلها. هنشوف بقى الاحتفالات في المنطقه الغاليه بتاعت الناس الاغنياء جدا جدا جدا، الشوارع بتاعتهم عامله ازاي. طبعا يعني ده جنب بس لوحده كده اهو، ده محل بس كده لوحده وبيت، يعني بيت ومحل. بصوا كميه النور عامل ازاي في الشارع بتاع الناس الاغنياء جدا، الشوارع الغاليه جدا فعلا اللي فيها الايجارات والسكن غالي جدا. وطبعا الشوارع عامله ازاي. دلوقتي بقى نخش، وطبعا توكيل رولكس، ده الشارع الماركات والحاجات الفخمه فعلا، ده الشارع الخاص بالماركات، الماركات العالميه الاصليه، يعني ممكن تلاقي ابسط حاجه معديه ال 1000 وال 2000. بصوا الشارع عامل ازاي، كلها توكيلات اصليه لكل ماركات العالم. بصوا حتى البيت عامل اضاءه عامله ازاي، وادي شارع فرعي بس صغير. بصوا طبعا دي المحلات الاصليه. بصوا الانوار، وتقريبا كان في تصوير فيلم او مسلسل هنا، لقطات يعني من افلام ومسلسلات برضه بتتصور في المنطقه هنا. بصوا الشارع عامل ازاي، ده بس يعني شارع واحد. بصوا الماركات الهدوم عامله ازاي، يعني بجد منطقه غاليه بطريقه لا توصف ولا تصدق. كل الماركات العالميه، اغنياء يعني اغنياء ايطاليا اللي عايشين في ميلانو، اللي عايشين في المنطقه اللي احنا فيها دي. طبعا الشارع بصوا عامل ازاي، بصوا الشارع عامل ازاي، العمارة عاملين فيها ازاي، كل دي اضواء، لدرجة ان هم حاطين صورة اسد او نمر عملاق يعني على المبنى. هم طبعا عاملين العمارة ولا كأنها علبة هدايا. بصوا الشرايط الحمراء في كل حتة في العمارة. بصوا عاملة ازاي، كل حتة فيها نور. عمارة تانية، بصوا عاملين انوار، الانوار دي معمولة عشان خاطر الاعياد وراس السنة، وكأن العمارة علبة هدايا، مش مبنى، كأنها علبة هدايا. وطبعا المبنى ده برضو عامل اضاءة عاملة ازاي، كل ده عشان خاطر الاعياد وراس السنة. الناس هنا ما بتحرمش نفسها من حاجة. بصوا عامل ازاي، كأنها يعني الكرة الأرضية، اللمبة اللي في النص دي الكرة الأرضية. وبصوا الإضاءة بتاعتها عاملة ازاي. وطبعا ديور الأصلي موجود. وطبعا ما ننساش كل محل طبعا حاطط أنوار حوالين الباترين بتاعته أو الواجهة بتاعته، حاطط أنوار في كل حتة. كل المحلات، البلكونات، كل المحلات كله حاطط أنوار في كل حتة. وطبعا محلات في شارع كامل حاطه انوار عامله ازاي. استوقفني وانا هنا شاشه الاعلانات دي شاشه بتعمل اعلانات زي ما احنا شايفين لاي حاجه، فمنها اعلانات بتحس الناس تتبرع على اطفال افريقيا اللي ما عندهمش اكل ولا شرب. بيحسوا الناس الطلاينه هنا، يعني البلد بتقول للناس يا ريت تتبرعوا للناس الفقراء اللي في افريقيا اللي مش لاقيين اكل ولا شرب، اطفال افريقيا والمجاعات الموجوده في افريقيا. طبعا بقى زي ما احنا شايفين ده بيوت من البيوت القديمه اللي في المنطقه. بصوا التماثيل على البيوت عامله ازاي. البيت اصلا لما اتبنى كان كده، يعني البيوت دي بقى لها اكتر من 200 سنه اصلا موجوده،
والرسومات اللي عليها دي رسومات قديمة فعلا أثرية. مصر كان فيها بيوت زي كده وما زال في بعضها، بس مشكلتنا احنا في مصر ان في ناس بتهد البيوت القديمة عشان تبني العماير الجديدة اللي شكلها وحش. فطبعا الحاجات دي بتبقى تحفة معمارية صراحة، منظر جميل وبيوت جميلة فعلا. زي ما احنا شايفين كده، بصوا دخلة الشارع نفسه عامل ازاي، دخلة شارع من الشوارع. بصوا بصوا العماير عاملة ازاي. بصوا مباني عاملة ازاي. بصراحة أجمل حاجة هنا في إيطاليا، وممكن تبقى في أوروبا كلها، إن هم بيحافظوا على المباني القديمة الأثرية دي وما بيهدوهاش ولا بيحاولوا إن هم يجوا جنبها خالص، بل بيعملوا لها ترميمات لما بيحسوا إن المبنى محتاج لترميم، لكن غير كده مش بيهدوها عشان خاطر يبنوا المباني الجديدة. زي ما احنا شايفين طبعا المحلات عاملة ازاي، كل محل حط قدامه أكتر من شجرة، طبعا احتفالات بقى بالأعياد والكلام ده. طبعا احنا بناخد نظرة خاطفة عشان نعدي من المكان اللي احنا فيه. طبعا في ناس هتسألني وتقول لي احنا قاطعين المسافة دي ليه؟ المسافة دي كلها عشان خاطر جايين لأهم مكان في ميلانو. أهم مكان هو أي سايح في العالم عايز يجي مدينة ميلانو بيجي على المكان اللي احنا فيه، وهي منطقة الدومو دي ميلانو أو كاتدرائية ميلانو، وهي منطقة سياحية والمبنى بتاعها المباني اللي فيها من أيام الرومان، فمنطقة سريعة جدا ومنطقة سياحية جدا وأغلى منطقة في ميلانو كلها. فعشان كده قلنا نيجي نشوف بقى المنطقة عاملة ازاي. مبدئيا ستارة من النور، ده كله نور. الستارة عاملة ازاي، ستارة نور على مبنى عادي جدا. المحلات عاملة دوائر حمراء كأنها كور بتاعت شجرة الأعياد. طبعا عاملين زي نظام ستاير حمراء، الستاير الحمراء اللي فوق دي كلها، كل الستاير دي بطول الشارع. الستاير دي كلها جديدة مش موجودة أصلا، يعني هم بيحطوها في الأعياد بس. وآدي المبنى اللي احنا جايين عشانه اللي من أيام الرومان، اللي بقاله أكتر من 2000 سنة. بصوا المكان عامل ازاي، وادي الشارع نفسه. فاحنا طبعا هنلف عشان خاطر في زحمه هنا. بصوا الشارع عامل ازاي، بصوا عاملين ازاي في المكان. دي كلها اضواء، ده كله نور، ده كله نور اضواء، ده كله طبعا احتفالات بالاعياد. الانوار دي مش موجوده في العادي، بس هم حاطينها عشان احتفالات بالاعياد. بصوا كل دي انوار ازاي عشان الناس بتحتفل بالاعياد هنا، ما عندهمش كآبة، يعني مش بيحاولوا يحزنوا نفسهم، هم طالعين من كالعادي لو لقوا اي فرصه يبسطوا نفسهم هيبسطوا نفسهم. بصوا طبعا الاكشاك دي كلها موجوده بس عشان خاطر العيد، بيبيعوا منتجات للاعياد وكده. اللي بيبيع اكلات مشهوره ايطاليه، اللي بيبيع مثلا دباديب، الحاجات اللي زي كده. بصوا ده طبعا المبنى الروماني، بصوا عامل ازاي، ده المبنى الروماني. بصوا بصوا هنا طالعين بيحتفلوا بالاعياد ازاي، عشان خاطر الناس اللي بتقول اوروبا ما عادش فيها كهرباء والاوروبيين محتاجين كهرباء، وما عندهمش كهرباء وما عندهمش بترول، والاوروبيين بيسافروا على الدول العربيه ومصر. ده طبعا كل الكلام الناس دي بتقوله غلط، لان زي ما احنا شايفين لو اوروبا ما فيهاش كهرباء مش هيعملوا كميه الانوار دي كلها. وطبعا الايطاليين يعني في العادي اصلا بيحطوا كميه اضاءات رهيبه جدا. دلوقتي بقى نخش على المكان الرئيسي اللي احنا جايين له، اللي هو الواجهه بتاعه المبنى الروماني. طبعا جينا عند المكان الرئيسي هنا. بصوا الشجره عامله ازاي، كاتبين عليها وشه ميري كريسماس. بصوا الشجره عملاقه، كتابات، انوار، حتى الكور بتاعت الشجره عملاقه، مش صغيره زي اللي بيحطوها في البيوت. طبعا هنا
سندوتشات. دي المنطقة بصوا عاملة ازاي. طبعا احنا لسه نخش المكان ده، لسه نخش المكان اللي انا واقف قدامه دلوقتي ده. مكان مشهور برضو هنا. وده طبعا المبنى من الواجهة بتاعته. طبعا المبنى ده طوله شارع اصلا، يعني واصل لحد بعيد. ده الواجهة بتاعت المبنى، وادي الشجرة قدامه. المكان عامل ازاي، بصوا المكان كان عملاق جدا جدا. الساحة اللي قدام المبنى عملاقة جدا. جنب تاني، جنب من الشجرة. طبعا هم حاطين الاسوار ديت عشان هتتفتح يوم راس السنة نفسه، هيفتحوها يوم راس السنة نفسه. طبعا بقى نخش مكان جنب منطقة الدومو دي. مكان رائع رائع، وكل المحلات اللي فيه توكيلات عالمية. يعني انت مثلا دخلت مطعم ممكن مثلا تصرف لك 400 500 يورو على حاجة مثلا قد كده. ممكن مثلا تلاقي فنجان قهوة ب 10 يورو ب 20 يورو. فمكان اسعاره غالية جدا وليه احتفالية خاصة. بصوا السقف بتاعه عامل ازاي، بصوا عاملين ايه في السقف. طبعا زحمة رهيبة والصوت اكيد مش واضح. بصوا عامل ازاي، بصوا الارضيات عامله ازاي. كل الارضيات دي من ايام الرومان، من ايام الرومان. الارضيات دي كلها، المكان ده كله اصلا بالاسقف بتاعته كله من ايام الرومان. بصوا عامل ازاي، مكان اثري جدا. وبعدين وصلنا، بصوا السقف. طبعا اللي في النص الدايره دي الرمز او الشعار بتاع مدينة ميلانو. بصوا عامل ازاي المكان. دي شوارع على فكرة، يعني هنا دي شوارع مش ملكية خاصة والكلام ده. يعني زي ما قلنا كده دي ملكية عامة، دي شوارع. بصوا السقف عاملينه ازاي، والشعار مدينة ميلانو في النص. دي شوارع. بصوا حتى الأرضية عاملة ازاي، أرضيات من أيام الرومان. دوت اللي هو الاسطوره او القصه بتاعت بناء روما، يعني اللي هو الحضاره الرومانيه قامت ازاي. دول اللي هم الاخين اللي رضعوا من الذئب واسسوا مدينه روما. طبعا الشجره لازم نشوفها. بصوا الشجره عامله ازاي. بصوا الشجرة عاملة ازاي. دي الشجرة. وطبعا اللي عاملها تقريبا شركة ذهب معروفة اسمها سواروفسكي. شركة ذهب عملاقة معروفة هنا في ايطاليا. بصوا الشجرة عاملة ازاي. وطبعا دي نفس الشجرة من جنب تاني. بصوا عاملة ازاي. بصوا الارضيات نفسها عاملة ازاي اصلا. يعني بص دي الارضيات العادية اللي هي من ايام الرومان. بقى دلوقتي حفلة صغيرة او مش حفلة، شخص زي ما انتم بتشوفوا كده ناس بتغني في الشوارع عادي، بيشحتوا بس مش بيمدوا ايديهم، لا هم بيغني. وانت تحط فلوس في الصندوق اللي هو حاطه على الارض. You're the sky, you're the sky, I'm full of stars. And doesn't light on a bar. Let it help, you know, tear me apart.
Cause in the sky I'm full of stars. I think I see you. I think I see you. اتمنى لكم سنة جديدة سعيدة عليكم وتحققوا فيه كل اللي بتتمنوه. اشوفكم على خير. سلام.